السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رجعت معاكم بفيديو جديد وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الفستق الكداب. طريقته سهله وبسيطه، كملي الفيديو للاخر عشان تشوفي الطريقه، وكمان مش مكلف. كل سنه وانتم طيبين، تعملي بيه حلوياتك في رمضان. هنا نص كيلو سوداني مجروش، ولو انتي مش جايباه مجروش خدي ضربتين في المفرمه بتاعتك او في الكبه بتاعت الخلاط، بس الاحسن والافضل ان انتي تجيبيه مجروش كده. هو انتي هتحطي برضو في المفرمه، بس هنحطوه في الاخر. بعد كده جبت معايا هنا اللون اللي هو بتاع الطعام، اللون الاخضر. حطي منه 4 نقط، 4 نقط كفايه جدا علشان اللون بتاعه ما يبقاش وحش. بال4 معالق ميه واقلبهم ادوبهم مع بعض كويس، وبعدين اخدهم بقى وارشرش بيهم على السوداني بتاعي، منزلش بيهم مره واحده. لازم تمسكي المعلقه كده وترشي لحد ما تخلصي ال4 معالق اللي انتي حطيتيهم، علشان لو حطيتي الدفعه كده مره واحده هتبصي تلاقي السودان كلكع معاكي. فرشي كده عليه بالراحه، وبعدين قلبي بالمعلقه، دخلي اللون كده، مكسيهم كده مع بعض، وبعدين اشتغلي بايديكي بقى. انتي بتقلبيه، بعد ما تقلبيه كده كويس جدا بايديكي هتلاقي ان في حتت متغلفه وحتت مش متغلفه، مفيش اي مشكله خالص، عادي. ده طبيعي، لما هيخش النار هيتظبط وهيبقى معاكي شكله حلو، لان اصلا الفستق لما انتي بتطحنيه او بتجرشيه، الفستق الاساسي بيبقى عندك في حتت فاتحه وحتت غامقه. تمام، انا كده بقلبه بالمعلقه عشان اللون يبدأ ان هو كده يدخل في السوداني. وبعد كده بقى زي ما قلت لكم هستخدم ايدي، بان انا بقى هفضل كده افرفره بايديا، واقلب بقى كده، وزي ما اكون كده امسك كده بايديا الاتنين ادمجهم مع بعض، يعني افرمهم كده وافرفرهم كويس. قلبتهم بايديا وخلاص دخلت اللون. بصوا زي ما قلت لكم، في اتكسب اللون وفي لا، ده طبيعي جدا لان الفستق المجروش بيبقى برضو نفس الطريقة اللي هو الفستق الحقيقي. تمام، هجيب بقى صاج واحط فيه ورقة زبدة، وهنزل بقى بالسوداني بتاعي دوت. بصوا لازم نحطه في النار 10 دقايق. ليه؟ علشان احنا ده حطينا عليه مية فدخلوا رطوبة، فعشان ما يعفنش معاكي ويبقى وحش. وكمان لو حد شفتي طريقة ان هو عملها وما دخلهوش النار، لا بجد ده لازم مع الوقت لازم هيبوظ. فعشان كده لازم تدخليه سخونية علشان ما يبص معاكي. فرديه كده كويس في الصاج على ورقة الزبدة، ودخله على فرن سخن 5 دقايق واطلعه واقلب بقى اللي فوق تحت. انا مولعه طبعا من تحت، مش مولعه شوايه. وبعدين ادخله 5 دقايق تاني، وبعدين اطلعه بقى يبرد خلاص. شوفوا بقى بعد ما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي، لونه هيتغير عن كده كمان. طلع بقى اهو من الفرن وسبته برد خالص، لازم نسيبه يبرد تماما. ما ينفعش ان احنا نبدأ نشتغل فيه وهو سخن علشان ما يعجنش مننا. سبته كده بقى برد، وهلمه كده بقى في ورقة الزبدة، وهبدأ بقى اجيب المفرمة بتاعتي. لازم بقى تكون عندك مفرمة تعملي فيها، او ممكن تعمليه في مفرمة الخلاط، بس بالراحة خالص وانتي بتضربي علشان ما تنعموش. احنا مش عايزينه ناعم، لان هو لو ناعم هيعجن ومش هيبقى حلو. فانتي تاخديه في مفرمة الخلاط او في المفرمة بتاعتك ضربتين كده بالراحة خالص. حطيته اهو بقى في المفرمة، اضرب كده ووقف، اضرب ووقف، يعني خدته كده بتاع 3-4 ضربات، ضرب كده ووقف، وعيني عليه وانا بضرب. تمام، لازم تعملي كده عشان ما ينعمش منك. اوعي تشتغلي مستمر، تتكي كده بايديكي وتوقفي، تتكي بايديكي وتوقفي. نفس الكلام في الخلاط، تفتحي الزرار وتقفليه، تفتحي الزرار وتقفليه. تمام، بس احنا بنغير بس يعني لما تضربيه الضربة دي بتغير اللون بتاعه تماما، تخليه لونه مختلف كمان عن اللون اللي هو طالع بيه، او زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى اللون بقى عامل ازاي. بس كده تبدأي بقى ان انتي تفضيه بقى في اي حاجة انتي هتحفظيه فيها. تمام اهو، بصوا بقى شكله بقى عامل ازاي، لونه اتغير. الكاميرا كمان يعني هو لونه زي ما كان بقى في المفرمة. الكاميرا هنا بقى الإضاءة عالية، فاللون يعني واضح جدا، بس هو لونه في الطبيعي زي اللي هو الفستق، بس الفستق طبعا الحقيقي بيبقى فيه حتت حمراء وحتت بيضة وكده يعني. اهو فضيت حبة كمان في برطمان، بس انا من الناس اللي بتحب تحفظ الحاجات دي في اكياس التلاجة الصغيرة.
صراحة بحس ان الأكياس بتبقى حفظ الحاجات دي احسن من البرطمان، بس ممكن البرطمان ده يبقى قدامي في الحاجات اللي انا هستخدمها يعني. بس لو انا عامله كميه كده بحط في الاكياس واغلف بقى الكيس واشيله. بس انا مش بحب ان انا اشيل الحاجات دي في التلاجة عشان بتاخد رطوبه بقى من التلاجة. احنا دخلناه الفرن طلعنا منه الرطوبه وبقى ريحته حلوه. وكمان بقى لما بتحطي معلقتين ريحه الفستق بقى ده بجد يعني بتفرق كتير. دوروا عليه وهاتوه، ريحه الفستق عند عطار كبير او الهايبر، عشان هما بيبقوا موجودين بس في الاماكن دي. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب بقى يعجبكم الفيديو وتجربوه، سهل وبسيط ومفهوش اي حاجة ومش مكلف. تعملي بيه الحلويات وهيبقى شكله حلو قوي في الحلويات بتاعتك. داخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا الايام كلنا بخير يا رب ان شاء الله. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد سهل وبسيط مع يوميات ست بسيطة. يلا بقى لو اول مرة بتتابعوني تابعوا الصفحة بتاعتي عشان عيلتي تكبر بيكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد سهل وبسيط مع يوميات ست بسيطة، وانتظروا مني ان شاء الله فيديوهات حلوة في رمضان. السلام عليكم.